مش عارفة ايه اللي حصل، ايه ده؟ ايه المنظر ده؟ انا ايدي اتشوهت. يا صباح الجمال والسعادة والرزق والهنا. النهاردة اليوم حافل جدا وفي أحداث كتيرة حصلت قوي. فهنشوف النهاردة يعني الحاجات اللي حصلت روتين وحاجات حصلت كتير في اليوم. فتعالوا نبتدي فيديو النهاردة، وقبل بقى ما نبتدي ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، وكمان تعلقوا لي تعليقات حلوة، ولو في اقتراحات ولا أي حاجة برضو اكتبوها لي في التعليقات. يلا بينا نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونبتدي الفيديو بتاع النهاردة. ما كانش عندنا اكل للقطط خالص، ولا جبنه ولا دراي فود ولا اي حاجه خالص. ما كانش فيه الا بيض. رحت قايمه فقشت لهم بيضتين قبل ما اعمل اي حاجه، حتى قبل ما اغسل وشي. عملت لهم البيض وحطيت لكل واحد في طبقه واكلتهم، وبعد كده بقى فتحت الشبابيك، وبعدين اتوضيت وصليت وقريت قرآن. بس كل ده ما صورتوش علشان يعني ما انتوا بتقولوا لي بلاش تصوري الحاجات دي. فانا كده بفتح الشبابيك، وبعدين هوريلكم بقى بعد ما خلصت صلاة وقراءة قرآن، وبعدين هندخل بقى نحضر الفطار مع بعض. بس عايزه اوريكم حاجه. انا كان في ايديا اول امبارح كده طلعت لي حبيتين، كانوا الناحيه دي والناحيه التانية كمان في نفس الايد بعد ما اتوضيت. مش عارفه دي بقى نمله ولا ايه. بقى لها 3 ايام بس، يعني كانت بتاكلني، فهرشت فيها جامد فتعورت وفرشت كده. فمش عارفة اعمل فيها ايه دي. المهم بعد ما خلصت اللي ورايا قلت بقى اما اسقي الزرع. ده يا جماعة الريحان اللي انا جبته من المشتل بتاع كلية زراعة، وهسقي تاني. دي الوردة اللي هي عندي اصلا من قبل كده، والنعناع البلدي بتاعنا اللي ريحته تحفة، والروزماري هستخدمه النهاردة في الوصفة بتاعت النهاردة. بس الحقيقة مش هصور لان يعني الدنيا باظت معايا شوية، فهقول لكم ايه اللي حصل لي. عندي قصرية الزرع دي هحط بقى فيها الفل. قصرية الفل هحطها فيها كده علشان ما تنزلش مية لما اجي ارويها، وهرويها برضو. وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. انا لغايه دلوقتي ما كنتش مقرره ان انا هطبخ حاجه، لان انا كان ورايا حاجات لازم اعملها في المطبخ. عايزه انضف الفرن لاني كان بقالي فتره ايديا وجعاني، ما كنتش بقدر ادعك الفرن ولا الحاجات كتير في يعني في المطبخ. فقلت انا حاسه ان انا كويسه شويه، والفرن بصراحه اتوسخ قوي. فقلت بقى ايه، انا هنضفه النهارده وهننضف المطبخ من بره. بس هروح احضر لي الفطار. وشفت كده يعني فيديو كده بيجيبوا تومية ويقوموا عاملين دايرة كده في الطاسة، فهجرب كده معاكم علشان لما يجوا يفقشوا البيضة تفضل مدورة وما تخرجش بره. فجبت كده التومة، وبعدين هعمل دايرة بالشكل ده كده، وبعدين هفقش بيها فيها البيضة. بس انا هحط زيت عشان البيضة ما تخرجش من الدايرة. هنشوف. بس عايزة ادهنها بالزيت. بعدين بس من جوه كده بالزيت عشان البيضة ما تطلعش بره. مش عارفة كان جميل ولا ايه، مش عارفة، هي طلعت مدورة. انا حاسة ان هي مش مظبوطة قوي، ومتهيألي طلعت بره الدايرة اللي هي بتاعة التوم. يعني هي مش مظبوطة قوي. المهم انا بحط بقى عليها ملح وفلفل، وما بحبش الصفار يعني ني، فهفقشه كده. وبعدين هقلبها على الناحية التانية عشان تستوي، احطها في نص رغيف وهفطر. بس هو ده فطار يا جماعة. فهفطر زي القطط النهارده. هما كلوا بيض وانا اكلت بيض، بس البيض بتاع القطط ولا فيه زيت ولا سمنه ولا ملح ولا فلفل، بيض بس. تعالوا بقى نشوف بعد الفطار انا عملت ايه. انا اكلت الساندوتش بتاعي، فطرت الحمد لله. وبعد كده بقى هبتدي ان انا اعمل الفرن. جبت منظف الدهون بالشكل ده كده وبسيبه 10 دقايق بس. ممكن البس كمامه او اي حاجه كده على مناخيري علشان بس ما تعبش. بعد ما سبته 10 دقايق بلبس طبعا الجوانتي عشان ايدي ما تتبهدلش، وبالسلك بفضل ادعك كده علشان يفضل يعني يبقى الفرن نضيف. وانتوا طبعا شايفين كل الدهون طلعت، وبقى الرش اللي انا رشيته ده بقى لونه مش ابيض. هو كان ابيض الاول، بس دلوقتي لونه مش ابيض
عشان كده هو يعني دوب كل الدهون. بصوا بقى بعد ما بمسحه بيكون شكله عامل ازاي، نضيفه زي الفل. برضو عملته من جوه، هعمله من جوه برضو. وبعد كده هبتدي بقى ان انا انضف المطبخ بتاعي من بره، لان انتوا عارفين ان هو ابيض وده ما بيتنضفش بالميه، يا بنضفه بملمع الازاز بحطه كده على الفوطه، او ممكن بملمع الخشب. بس فانا بوريكم بس الفرن بعد ما عملته بالسلك. هبتدي بقى دلوقتي ان انا بفوطه كده مبلوله ونضيفه وابتدي ان انا انضف الفرن. كنت مبسوطه قوي بصراحه ان انا خلصت من الفرن ده، لان الفرن فعلا كان متبهدل وبقالي فتره ما ايديا وجعاني فما بنضفوش فاتبهدل شويه. فقلت النهارده هنضفه. زي ما انتوا عارفين نظامي في التنظيف، انا بنضف كل يوم حاجه، يعني مش بنضف كل مره واحده عشان ما اتعبش. فبقسم كده، اقول مثلا هعمل النهارده الفرن، هعمل النهارده الحمام كده يعني. شايفين الفرن بقى بيلمع. تعالوا بقى بالسلك كده برضو ننضف الشبكه بتاعتنا بالشكل ده. الشبكه كانت متبهدله اخر بهدله، كانت لسه صباعي مش متعور، اللي كان بس بايظ في ايديا الحبايه اللي انا قلت لكم عليها، اللي كانت قرصه باين ولا ايه مش عارفه من نمله. فانا لسه ايديا ما اتعورتش، فلسه التعوير هتيجي، انا اتعورت النهارده مرتين. فشوفوا بقى التنظيف بتاع السلك ده لازم ايديكي تكون فيه، لو ايديكي ما كانتش فيه بيتوسخ زي ما انتوا شفتوا كده، لان انا بقالي فتره ايديا مش بقدر ادعك يعني ولا حلل ولا حاجه، فالدنيا برضو اتبهدلت عندي. فلما لقيت نفسي كويسه يعني نوعا ما الحمد لله النهارده، فقلت انضف بقى. هشطفها بقى الشطفه الاخيره. والشبكه بقت زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. هشطفها برضو بالشكل ده، هي بتلمع اهي وزي الفل. لو لقيت بقى فيها حته برضو لسه مش نظيفه، برضو بجيب بالسلك الحته دي زي ما انتوا شايفين برضو، يعني لونها غامق كده اسود، فببتدي اعملها بالسلك بترجع نظيفه وزي الفل. بس انا كده خلصت الفرن الحمد لله. هبتدي بقى ان انا اطلع فوق على كرسي عشان انضف الظرف بتاعه المطبخ من بره بملمع الازاز زي ما قلت لكم، او بملمع الخشب. بس هركب الاول الشبكه وكمان الصاج بتاع الفرن في الفرن بالشكل ده، وبكده اكون خلصت وخلصت كمان من الفرن الحمد لله وبقى زي الفل. تعالوا بقى نطلع مع بعض كده ننضف الظرف بتاعتي من فوق. المطبخ ابيض والمطبخ بي في سي، فلازم المعه يعني بمنظف، وما يكونش ميه، وما يكونش الفوطه مبلوله قوي بالمنظف، علشان انتوا عارفين ان دي حاجات فايبر وصناعيه، وما بنصحش ان حد يعمل المطبخ ده خالص، لانه فعلا متعب واي ميه بتخليه يطق وكل حاجه. فمش عملي انا، يعني اللي بحبه وارجحه لاي حد بيسالني او بياخد نصيحتي على المطبخ ده. المطبخ ده مش عملي ومش حلو، ممكن تعملوه خشب او خشمونيوم اللي هو الالومنيوم. بعد كده بقى دخلت على البلكونه، كانت الساعه ما جاتش 12 لان انا بصحى بدري زي ما انتوا عارفين، وبعدين بلم الغسيل. انا بلم الغسيل اللي انا نشرته امبارح تاني يوم عشان يكون اتشمس وكده، وقبل ما الشمس تدخل قوي عشان الشمس ما تجيش في وشي وما تكونش حاميه. قبل ما تيجي الساعه 12 بكون لميت الغسيل. بحط الغسيل كده على الكرسي وبعدين بلم واحطه بره. وبعدين البلكونه انا كنت منضفاها، مش محتاجه ان انا انضفها تاني، هي كده تمام. وسمير قاعد تحت الكرسي. تعالوا بقى دلوقتي نكمل المطبخ. هنضف بقى الارض. بحط كده على الارض ميه ومنظف، وبعدين ببتدي ان انا اعمل كده بالمساحه. وبعد كده هاخدها بقى دي مش المساحه، دي اللي بيتحط لها فوطه علشان امسح بيها. بعد كده بقى هبتدي ان انا امسح بالمساحه، وباخد الميه دي كلها بوديها بقى على بعد كده بقى جبت البار كده في النص كمان علشان اعرف اصور. انا بحب الوضعيه دي بتاعه البار عشان احط الكاميرا واصور من الناحيه التانية. وبعدين دلوقتي بنضفه زي ما انتوا شايفين، نسيت انضفه خالص، فبعد ما مسحت الارض افتكرت ان انا ما نضفتوش، فبلمعه بالشكل ده كده. وبكده اكون خلصت المطبخ. قبل ما اطبخ انا لسه ما طبختش يا جماعه، وما كنتش عامله في الحسبان هطبخ ايه، فرح تعبت فقلت هطبخ. كان عندي شوربه، فقلت هعمل بطاطس كده بالشوربه عشان تكون خفيفه،
وهنعمل رز. هقول لكم انا هعمل ايه كمان. نسيت ان انا اروق الشقه، فما كانش فيه بس غير الترابيزه امسحها، فهمسحها واحط المفرش وخلاص. واصلا الريسبشن او الصاله انا كنت منضفاه امبارح، فمش محتاجه ان انا انضفه النهارده. وكمان انا تعبت في المطبخ، فما مش هعمل حاجه تانية كده. خلاص هو تقريبا نص الروتين بتاعي خلص. النص بتاع النهارده يعني. هحط المفرش واحط المناديل، وبكده اكون خلصت يعني الريسبشن. انا ما عملتش فيه حاجه، هو بس نظفت الترابيزه وخلاص، وكل حاجه مترتبه وحلوه والحمد لله. تعالوا بقى اوريكم الريسبشن عامل ازاي، وبعدين ندخل تاني على المطبخ. بصوا هو كده نضيف، بس الخداديه دي بس هظبط مكانها. وبعد كده هدخل بقى على المطبخ، عشان النهارده يوم المطبخ العالمي تقريبا. هشيل بقى بوجي وطمطم، ما شلتهمش مش عارفه ليه، وقعت مني برضو فهشيلها. وهشيل بقى المناديل لو اي حاجه كده مش محطوطه مكانها، برتب الدنيا. وبكده اكون خلصت الريسبشن. وانا ما عملتش فيه حاجه اصلا. كنت طالبه خضار، فهجيب بقى الخضار قبل ما اطبخ اهو. يعني جبت بصل وجزر وموز وبرتقان وشويه حاجات كده. فهفتح بقى الدرج بتاع البصل ده، ما كانش عندي غير البصل الابيض الصغير ده وبصلايه حمراء. فهحط البصل والبطاطس. والدرج ده انا حاطه فيه فرشه كده علشان يعني ما يتبهدلش، وهو اصلا فيه تهويه، فالحاجات ما بتبص. هغسل بقى الفاكهه بتاعتي، انا لازم اغسل الفاكهه. وبعدين الواحده وقعت وانا بغسلها، فقلت هاكلها، لقيت طعمها حلو. بس هجيب بقى البرتقال كمان عشان اغسله. انا بحب اغسل الفاكهه بتاعتي جدا. انا بوريكم ان انا حاطه البرتقال في طبق، عشان ما تقولوش انت رميتيه في الحوض. لا، هو انا كنت حاطه طبق في الحوض. وحطيت البرتقال، كان جاي نضيف شويه. هو محتاج طبعا ان هو يتغسل، بس مش محتاج ان هو يتعمل بليفه ولا حاجه. بس وكان في الكيس بتاع الموز كمان كام موزه كده، تقريبا حاطينه عشان الوزن. وبعدين طبخت بقى، وايديا اتعورت وانا بقشر البطاطس، صباعي اتعور. فدلوقتي بقطع روزماري عشان اخده، عشان هعمل بيه فراخ. عايزه اوريكم بس صباعي انا، يعني ضفري طار بحته جلده ولحمه كده من صباعي، ولفيته البلاستر. الاكل بتاعنا النهارده بشوح كده فراخ بملح وفلفل وروزماري. وعملت ايه، عملت معاه بطاطس بالشوربه عشان زي ما قلت لكم فرح تعبانه، ورز ابيض. ده اللي انا عملته النهارده. فانا بقلب كده الفراخ عشان تتشوح من الناحيتين. وتعالوا بقى نشوف اللي في الحلل. انا ما صورتش لان انا ايدي اتعورت، صباعي اتعور زي ما قلت لكم، ضفري اتشال كده بحته لحمه وجلده، واتعورت وخر دم وكل حاجه. فما عرفتش بصراحه اصور. انا كنت بقشر البطاطس بالمقشره، يعني كنت لسه ببتدي ان انا اطبخ. فتعالوا بقى نشوف الحاجات اللي في الحلل. الرز والبطاطس اتغدينا، وابتديت بقى ان انا اغسل المواعين. طبعا لبست جوانتي عشان ايدي متعوره. ما رضيتش اصور لكم تاني ايدي وهي متعوره، هي في بدايه الفيديو، لما اخدتوش بالكم روحوا شوفوه. وما رضيتش اطول قوي في المشهد بتاع ايديا المتعوره دي، لان فعلا كانت وجعاني وبتاكلني في نفس الوقت من الحبايه اللي كانت موجوده دي. وبعدين الحمد لله على كل حال، حطيت عليها بقى بلاستر وخلاص، ولبست جوانتي وقعدت اغسل المواعين. وبكده يكون اليوم بتاعنا النهارده خلص. لو كان الفيديوهات بتاعت الروتينات دي بتعجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وتدعموا القناه بالتعليقاتكم الحلوه، باللايكات، بالشير. وكمان ممكن تشوفوا الفيديو بتاع النهارده على القناه الكبيره، هسيب لكم اللينك بتاعه في اول تعليق مثبت. بس بعد ما اغسل بقى المواعين، ببتدي ان انا انضف الحوض كويس قوي. وبعدين هملى بقى العلبه او الازازه بتاعه سائل تنظيف الاطباق. انا بستخدم الايام دي اوكسي، وهي صناعه مصريه طبعا. فده لسه شارياه جديد. فبفتح كده العلبه، وبعدين هصب بقى في العلبه دي، عشان انا بخفف على طول سائل الاطباق او سائل المواعين بميه.
بحطه كده في طبق غويط وبحط عليه ميه، وببتدي ان انا اصبن الاطباق بتاعتي. بس يا جماعه هو ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. متنسوش بقى تعملوا لايك وشير الفيديو، واكتبوا لي الفيديو بتاع النهارده عجبكم ولا لا، وقولوا لي بقى سلامتك علشان ايديا وجعاني خالص متبهدله. بس هو ده بقى المطبخ هوريهولكوا اهو. وبكده اكون خلصت فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. استنوني بكره ان شاء الله في حلقه جديده، وما تنسوش تتابعوني هنا وعلى القناه الكبيره كمان، قناه رشاشين. مع السلامه.